هل محمد رمضان منافق؟ قبل ما جاوبكم عن هالسؤال تعالوا كل واحد يتحلى ياكل حلاوة جبن. طبعا هاي حلاوة الجبن مو ضيافة او شي، لا يا حبيبي، في من وراها مصلحة. بدك تحط لايك يا عمري. شوفوا الله، تعالوا كل واحد يفتح تمه. تعالوا شوفوا مسأسأ لكم اياها كمان. انتوا عن جد عم تفتحوا تمكم؟ لا اله الا الله، دول اللي ما بينعطوا وجه. هلا شوفوا، اول ما بلشت الاحداث بغزة اغلبية الناس بالسوشيال ميديا صارت تدعم اخواننا، يوتيوبرز، ممثلين، مغنيين، الكل صار ينزل عن هالموضوع، او مو الكل يعني، في ناس التزموا الصمت يعني ولحد الان ساكتين. وهذا الشيء اللي ادى لحملة البلوكات اللي صارت من فترة. صاروا الناس يبلكوا المشاهير، ومن الناس اللي دعموا اخواننا كان محمد رمضان، ونزل هذا الفيديو. ربنا يصبر اهالي الشهداء. كم من الرسائل اللي بتجيلي ان نازل حاجة وعايزين صوتنا يوصل لمين؟ يعني عايزين صوتنا يوصل لمين برا بلادنا؟ صوتنا يوصل لبلادنا. بلادنا عندها جيوش وعندها اسلحة، وبنشتري اسلحة وبنشتري دبابات وبنشتري طيارات، بنقلد رمضان وبنسيبها لحد ما تصدي وتترمي ونشتري غيرها. هي كوكا كولا بقى، ده يا كوكا كولا. وصوتنا يوصل لمين برا؟ احنا عايزين مين برا يدافع عننا؟ هي كوكا كولا بقى، ده يا كوكا كولا. وكم لما نقول احنا عايزين نكتب بالانجليش عشان برا يعرفوا ان احنا بنتضرب، وانت فين؟ انت فين بلدك وفين جيشك؟ كوكا كولا انا ماشي مبسوط وقاعد، صوتك يوصل لحكومتك. خير لذاذة قمة السعادة. ما بقى قول لحكومتك طلع السلاح وروح حارب. مين هيدافع عن عربي زيه زيك؟ كلام محمد رمضان هون كتير كان منطقي، انه مين حيدافع عن مسلم غير اخوه المسلم؟ ما حدا داير علينا، يعني نحن لازم نوقف مع بعض، وما لازم نستنى دولة اوروبية تدعمنا، لازم نحن ندعم بعض. وهو هذا الشيء المنطقي، لانه نحن عرب كلياتنا، ونحن لازم نكون ايد وحدة. هذا الشيء اللي لازم نسويه، بس مع الاسف نحن ما عم نسوي هيك. حسبي الله ونعم الوكيل، ما علينا. هلا شو قصة محمد رمضان؟ محمد رمضان قبل اسبوعين نزل اعلان مع كوكا كولا، واللي هي من الشركات اللي داعمة للي ما بتسموا. رجاء لو انت كنت فان لمحمد رمضان ما تنزل تكتب لي تحت والله بجوز محمد رمضان ما بيعرف انه هاي الشركة بتدعمهم. حبيبي انت حمار شي، انت جحش. شو قصتك يا حبيبي؟ شو في؟ مو قصدي عليك عزيزي المشاهد، قصدي على هذا اللي بيعلق هيك. كوكا كولا بقى، ده يا كوكا كولا. انا مش فاهم بصراحة ليش هيك شيء 3-4 فنانين قرروا فجأة يعملوا اعلانات لبيبسي وكوكا كولا. هلا محمد رمضان واللي قبله محمد صلاح وعمرو دياب كمان وكم من واحد كمان. يا اخي شو قصتكم؟ محمد صلاح على اساس فخر العرب ومدري ايش. انا متأكد يا اخوان اني هلا حانزل التعليقات والاقي تعليق واحد عم يقول لا تحكي عن محمد رمضان ولا تحكي عن محمد صلاح. لا حبيبي بدي احكي، وما دخلك ابو راس مربع. يا اخي انا ليش معصب بهالفيديو؟ طب هلا سؤالي لمحمد رمضان، انت ليش نزلت هذاك الفيديو وصرت تقول روح احكي لحكومتك ومدري ايش، وبعدها بكم شهر بتروح تنزل اعلان لكوكا كولا؟ يعني شو هالنفاق هذا؟ خليني فرجيكم شوية تيك توكات نزلوها الناس على محمد رمضان، يعني هيك فيكم تقولوا مسخرة وهيك. قول لحكومتك طلع السلاح وروح حارب. هي كوكا كولا بقى، ده يا كوكا كولا. هي كوكا كولا. اول ما اعطوه مصاري تحول. يا اخي المتعارف عليه انه الفلوس بتغير النفوس، بس ما توقعت النفوس تتغير عند شيء نفس قضية اخواننا. يعني ما توقعت انه في حدا بيبيع القضية. يعني هلا محمد رمضان ناقصه مصاري مثلا لحتى عمل هالاعلان؟ ما ناقصه مصاري، عنده اغاني موصلة بالملايين على اليوتيوب. تتوقعوا انه هذا انسان محتاج فلوس؟ وقاصص عملة ليوم العملة من ورا الاغاني، من ورا الانستغرام، ومن ورا هالقصص. يعني محمد رمضان يعمل اللي هو عاوزه، بس انت عسل ضحكتني. شفته يعمل اللي هو عاوزه. طبعا محمد رمضان له سوابق بهالموضوع. مرة طلع مع واحد يهودي كمان من قبل، صورة على الانستغرام. قول لحكومتك طلع السلاح وروح حارب. هي كوكا كولا بقى، ده يا كوكا كولا. هي كوكا كولا. هلا بعيدا عن انه الفيديو بيضحك انه محمد رمضان هيك، بس هاي شاب ولا بنت؟ يا اخوان 2024 والله غريبة. طيب انا شو هذا، شاب ولا بنت؟ ايش قل له انتي ولا انت؟ يعني هلا اذا قلت له انتي بجوز يطلع شاب. يعني في شباب هيك كمان شكلهم. في عندك محمود حبيبه لبيسان، ما بعرف والله. سوء المنقلب يا اخوان 2024. بصراحة الفيديو تأخرت فيه كتير، كان لازم نزله من زمان. يعني القصة كان صايرة من اسبوعين وانا هلا نزلت فيديو عن الموضوع، فراح احاول منتج هالفيديو
الفيديو بسرعة وانزله. اخر فترة اليوتيوب كتير ظالمني يا اخوان، اخر 3 فيديوهات كلها ما وصلت 1000 مشاهدة. هلا شوفوا بصراحة رأيي بموضوع محمد رمضان انه هل هو يبدو لي وكأنه هالانسان كان طالع ترند اول اشي وقت شاف الكل عم يحكي عن موضوع اخواننا، قضية اخواننا، وخلص من بعد ما خلص الترند عمل اعلان لكوكا كولا. ما بعرف، انا ما بدي فوت بنيته، بجوز الزلمة جد ناقصه مصاري وحاب يعمل هالاعلان يعني، ما بعرف. والسؤال اللي بيطرح نفسه هل محمد رمضان منافق او لا؟ لا ايه، انا متاكد انه هلا بده يطلع لي واحد راسه مربع يقول لي لا تحكي عن محمد رمضان. اخر فتره انا مدري شو قصتي، كل شوي بعلق مع فانزات عالم شكل، من فتره مع فانزات السيلاوي وبعدها مع فانزات كريستيانو رونالدو، وهلا شكلي حاعلق مع فانزات محمد رمضان. صح يترقب الفيديو الجاي حيكون عن متابعين كريستيانو رونالدو. يا اخوان صارت الحرب العالميه الثانيه يا اخوان، يب جاني هجوم ثاني. اللي ما شاف الفيديو تبع فانزات السيلاوي يروح يشوفه وبس. يلا بيس.